في ابريل 24 صحيت الصبح على مسج بتقول لي ان فاتوره الميه والكهرباء جاهزه. دخلت على الابلكيشن ولقيت قدامي الرقم ده مظبوط زي ما انتوا شفتوا كده، 18556 درهم. احسبها بقى بالدرهم، احسبها بالمصري، احسبها بالدولار، بايا كانت العمله، الرقم ده كان يمثل كارثه بكل ما تحمل الكلمه من معنى. طبعا اتجننت وابتديت اتكلم مع اداره الميه والكهرباء هنا في الامارات واقول لهم اكيد في حاجه غلط. الناس بعتوا لي انسبكشن او بعتوا لي ناس تبص على المشكله، واكتشفنا فعلا ان كان في تسريب ميه محدش من البيت كله واخد باله منه بقاله شهر. طبعا الموضوع ده خلاني افكر، هو انا لو كان بيتي سمارت ساعتها كان ممكن يحصل فيا الكلام ده؟ الاجابه اكيد لا. النهارده هتكلم معاكم على شويه حاجات لازم تعملها في السمارت هوم بتاعك علشان تتجنب اي كارثه من النوع دوت، سواء كان الموضوع له علاقه بميه كهرباء وحاجات تانية هنتكلم فيها في الفيديو، فنصيحتي كملوا للاخر. نبتدي بموضوع الميه اللي ابتديت بيه الفيديو. مبدئيا كده ده حله من ابسط ما يمكن، مجموعه من السنسورز، ووتر ليك سنسورز بتجيبها. انا جبت الماركه ديت، ماركه اكارا. مبدئيا انا بحب اكارا جدا ومعظم حاجاتي في البيت هنا هوت من عندهم، وممكن ابقى اعمل عنهم فيديو كامل ديديكيتد، لان انا مقتنع ان انت ممكن تاسس بيت من الصفر بس بالبراند دوت. نرجع لمرجوعنا من غير ما اطول عليكم. دول سنسورز انت بيزيكلي بتحطهم تحت اي مكان ممكن يحصل فيه تسريب، تحت حوض المطبخ، حوض الحمامات، تحت الغساله. واللطيف ان السنسورز ديت دقتها عاليه قوي. اول ما بتحس بميه موجوده في المكان اللي انت حاططها فيه بتبتدي والخرطوم ده عشان تطلع بينقط انذار، ميه. وفي نفس الوقت تبعت لك نوتيفيكيشن على التليفون ان في ليك بيحصل. السنسورز دي زي كل حاجه اكارا كومباتبل مع معظم الايكو سيستمز اللي موجوده في الماركت، وفوق كده ليهم كمان فالف بتشتريها. الفالف ديت بتبقى متوصله بالسنسورز. اول ما السنسورز تضرب وان بيبقى فيه ليفل معين من الليك، الفالف تروح قافله على طول محبس الميه عندك، عشان الموضوع تلحق انت تلمه قبل ما تتفاقم وتجيلك الفاتوره بالمنظر اللي انتوا شفتوه دوت. عملت له بيرنج على الاكارا اب. خدتوا بالكم اليرت بيطلع. اعمل له كمان بيرنج عن طريق هوم اسيستنت واوريكم الحاجات دي بقى بكل سهوله. تاخد الووتر ليك سنسور ده تروح رميه بقى في اي مكان تحت الحوض، او انا ده هحطه تحت الغساله. وكده لو حصل اي ليك انت هيجيلك اليرت وانت في التمام. تاني حاجة البيت الذكي أو السمارت هوم بيساعدك إنك توفر فيها غير المية هي أكيد الكهرباء، لأن ده شعار السمارت هوم. أنت ممكن عن طريق البريزنت سنسورز أو الموشن سنسورز تتجنب تماما خناقة يا جماعة مين ساب النور مولع، مين ساب التكييف شغال، الكلام ده كله. أوتوميشن لطيف لذيذ، تروح عامل لو مفيش أي حد في المكان دوت طفي الأنوار أو طفي التكييف إلى آخره. مش بس كده، أنت كمان تقدر تعرف كل جهاز من الأجهزة اللي أنت بتبقى سايبها مثلا على الستاند باي مود، يعني مثلا التلفزيونات، المراوح، الغساله، الكلام ده كله تقدر تعرف استهلاكها من الكهرباء ازاي. عن طريق حاجتين، في اجهزه قلبها كبير بتتبرع بالمعلومات ديت وبتبعتها لك سواء على هوم اسيستنت او جوه الابلكيشن بتاع الجهاز نفسه، ودي امرها هين. بتخش بتشوف استهلاك الجهاز في الستاند باي مود بيبقى قد ايه، ولك القرار عايز تقطع عنه الكهرباء او تسيبه شغال. لو هي حاجه ما بتفرقش في الفاتوره عامه تمام. الحاجه التانيه بقى اللي ما بتبقاش بتوريك المعلومه ديت، حلها ايه؟ حلها بسيط جدا. بتروح تشتري سمارت بلاج فيه خاصيه ان هو يوريك الكهرباء اللي الجهاز بيستخدمها، وانا هسيب لكم لينك في الديسكربشن لنوعين من البلاجز انا دايما بستخدمهم. واحد فيهم زيجبي بروتوكول او زيجبي بيزد علشان يقوي كمان النتورك وهو واصله له كهرباء، والنوع الثاني من ماركه اسمها ميروس. اللطيف فيها ان هي بتشتغل على اللوكال نتورك، بتشتغل لوكالي مش محتاجه كلاود جوه هوم اسيست. البلاج دوت بتوصله بالجهاز بتاعك وهو بيبتدي يطلع لك جرافس واناليسيس هو استهلاك الكهرباء للجهاز في خلال مده معينه عامل ازاي. وعلى فكره انت مش بس ممكن تبقى بتتابع علشان ترشد او تقلل استهلاكك من الكهرباء، لا انت كمان ممكن تستغل الكلام ده في اوتوميشنز. يعني مثلا لو مركب سمارت بلاج في غساله، والغساله الكونسومشن او استهلاك الكهرباء بتاعها عالي 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 وبعدين ابتدى ينزل تاني، فانت ممكن من الاناليسيس دوت او من التحليل دوت تعرف ان الغساله
ان الغساله خلصت الراوند بتاعها ويجي لك نوتيفيكيشن ان الغسيل جاهز ان هو يتلم، بدل ما يكمكم تبلغ المدام تروح انت تلم وتبقى ايدك بايدها الموضوع يرجع. وانا عن نفسي بصراحه من ساعه ما ابتديت احط السمارت بلاجز واتابع استهلاك الكهرباء بتاعي في خلال السنه اللي فاتت، ملاحظ فعلا في دايما شهر عن شهر استهلاك الكهرباء عمال بيقل. تالت عامل امان البيت السمارت بيساعدك فيه هو اكيد الكاميرات، ودي بحر في كميه اوبشنز وبراندز موجوده في السوق رهيبه ومرعبه. وانا فاهم كويس قوي ان في ناس مش هتبقى حابه فكره ان يبقى في كاميرات في البيت طول الوقت، وانا ما عنديش حاجه ضد الفكره دي، بس لو هدي نصيحه واقول لك على الاقل تركب كاميرا على باب البيت بتاعك. وهنا عندك اوبشن من اتنين، يا اما تركب كاميرا بحيث ان هي تبقى ستاند الون او كاميرا لوحدها، وهنا ريو لينك من الماركات اللي انا بحبها وعندها اوبشنز كتيره جدا، ساعتها ممكن تنقي حاجه تناسب ظروفك وتناسب البادجت بتاعتك. او الاوبشن التاني ان انت تشتغل 2 في 1. يعني ايه 2 في 1؟ يعني تجيب جرس باب يكون هو نفسه فيه كاميرا. وهنا عندك كذا اوبشن، من اول حاجات الكلاود بيزد وادفع اشتراكات بقى يا معلم لامازون الى اخره عن طريق رينج، ورينج عندها اوبشنز كتيره قوي، او روح لحاجه زي اكارا. كمان مره بريكومند زي ما بقول لكم البيت عندي فيه حاجات كتيره قوي من اكارا، تروح تجيب الاكارا جي 4 او الجي 410. دي بتشتغل مع معظم الايكو سيستمز اللي موجوده، بتسجل لوكالي على اس دي كارد، وحياتك سعيده وامن وامان. في نفس الوقت لو جه حد قرب من الباب انت ساعتها بيجي لك نوتيفيكيشن، ولو عندك اجهزه من اجهزه اليكسا مثلا في البيت بتبتدي تقول لك ان في حد عند الباب، يطلع لك نوتيفيكيشن على الابل تي في بتاعك لو في حد واقف بره. الكلام ده كله زياده في الامن والامان وتكلفته مش عاليه قوي. بكرر تاني، متفهم جدا لو مش عايز تحط كاميرات في كل الاوض بتاعه البيت، على الاقل اضعف الايمان حرص ولا تخونش وحط كاميرا على باب البيت الرئيسي على الاقل. وموضوع الكاميرات ده زي ما قلت لكم في الاول هو بحر، وفي اوبشنز كتيره جدا، خصوصا لو انت بتستخدم هوم اسيستنت في سيستمز زي فريجت زي LLM فيجن. هعمل عنها حلقات مفصله في الفتره اللي جايه، فبرضه تابعني عشان ما تفوتكش. لاست بات نوت ليست، او اخيرا وليس اخيرا زي ما بنقول، هي الكومبينيشن او تجميعه ان انا يبقى عندي سمارت لوكس ويبقى عندي سنسورز. قصدي ايه بالكلام دوت؟ لو انت مش هتركب كاميرات، او لو حتى هتركب كاميرات في البيت، فانت ممكن بالتجميعه ديت تعمل اجدعها DIY الارم سيستم. يعني ايه؟ يعني هيبقى عندك سمارت لوك ما بيتفتحش غير ببصمتك، ما بيتفتحش غير بكود معاك انت بس، او بالتليفون او بالابل واتش. وفي نفس الوقت هتحط كونتاكت سنسورز على البيبان بتاعه الاوض اللي انت عايز تتابع مين بيفتح البيبان ديت، او لو فتحت في عدم وجودك، وفايبريشن سنسورز على الشبابيك، عشان لو حد لا قدر الله حب يكسر الشباك ساعتها انت يجي لك نوتيفيكيشن تكلم الشرطه تشوف تتصرف ازاي. وفي فيديو لكل مقام سنسور برضو روح بص عليه، بشرح فيه استخدامات السنسور زي الكونتاكت والفايبريشن اكتر وبالتفصيل. ولو انت من مستخدمين هوم اسيستنت فاستنى برضو حلقه هتكلم فيها على انتجريشن اسمه الارمو، ده بيربط لك بقى الكلام ده كله وبيعمل لك فعلا السكيورتي سيستم اللي في البيت اللي ما يخرش الميه. الخلاصه ال 18000 درهم دول كانوا اكبر قلم اخدته، علمني قد ايه ان مهم الواحد يبقى عينه على بيته حتى لو هو مش موجود او مشغول، وازاي ان السمارت هوم فعلا هو من اكتر الحاجات اللي بتخليك تبقى على طول عينك على البيت. وصدقوني لو انتوا ابتديتوا رحله السمارت هوم هتبقوا بتسالوا نفسكم كل شويه هو انا ازاي كنت مقضيها من غير ما يبقى الكلام ده موجود في حياتي، او من غير ما ابقى عارف المعلومات اللي انا عارفها عن البيت وعن استخدامه وعن استهلاكه زي دلوقتي. لو عجبتك الحلقه سبسكرايب عشان ما يفوتكش الحلقات اللي انا هعملها بعد كده، بشرح فيها بالتفصيل بقى موضوع السكيورتي سيستم، LLM فيجن، الفريجت، باقي الحاجات اللي انا اتكلمت عليها في عجاله في الفيديو دوت هتتشرح ان شاء الله، وشغل لها على فيديوهات هتنزل الفتره الجايه. فسبسكرايب، ولو عجبك الفيديو اديني عدد واحد لايك كده هو، واشوفكم الاسبوع الجاي.